يا مساء الخير، يا مساء النور عليكم كلكم. ايه رأيكم بقى؟ انا وانا بجهز العشاء قلت اصور معاكم العشاء. الولاد النهارده قالوا يا ماما احنا عايزين ناكل تقطيع، زي ما احنا بنقول حلويات، يعني كل حاجة فيها من لحمة الكبدة لكل حاجة. المهم بعت بنتي الصبح قلت لها لا لازم تروحي تجيبي تقطيع عشان خواتك بيقولوا يا ماما احنا عايزين ناكل تقطيع النهارده. وبصراحة كنت عايزة أطلع بيه بس مباشر، بعدين قلت لأ الجو ساقع، هعمله النهاردة فيديو وبإذن الله بعد كده نكمل ونعمل اللي احنا عايزينه. المهم شايفين التقطيع بعد ما طلعت تحفة، بصراحة كان طعمها جميل. احنا أول ما حطيناها ملحقناش الولاد واحنا وكله نازلة سخنة، وعملت جنبها طحينة، الطحينة البيتي اللي احنا بنعملها في البيت، بس بصراحة أنا بعملها زي المطاعم بالظبط. جيت في مرة كان نفسي آكل طحينة زي اللي باكلها من المطعم، وجيت سألت الشيف اللي في المطعم وخدت منه ساعتها الوصفة، ومن ساعتها وأنا شغالة عليها تحفة. وكان في حتة جبنة حادقة كده حلوة صغيرة حطيتها جنب الطبق، وقطعنا خيار وطماطم ومخلل، وكوباية الحاجة الساقعة الحلوة اللي لسه طالعة من الفريزر في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. طبعا انا مش هعرف اكل بعد ما اقفل الكاميرا، فبستغل الفرصه والكاميرا شغاله ان انا ادوق الاكل. الولاد يلا يا ماما حرام عليك يا ماما انت بتعشمينا، اقول لهم طب بس اكل حاجه، من ان لو اول ما افصل الكاميرا الصينيه هتشيل، واخد حبه حاجه ساقعه كده او الحق حبه منهم قبل ما يتصدروا عندهم. طبعا هنا انا كنت لسه بعد عصر الليمون، دي اخر حاجه عليها بعد ما غسلتها بالخل والملح. وجيت هنا معلش الإضاءة عندي ضعيفة لأن الموبايل اللي بستعمله إضاءته ضعيفة شوية، والإضاءة اللي في المطبخ برضو مش حلوة. المهم ولعت على الصينية الحلوة دي، وهنزل فيها بالسمنة والزيت، وهنزل فيها بحلويات اللي احنا متعودين عليها نعملها في البيت. المهم الولاد طبعا واقفين ورا الكاميرا، يلا يا ماما احنا عايزين نتعشى، اقول لهم حاضر هخلص العشاء على طول وافصل الكاميرا ونتعشى كلنا مع بعض. انا بحب دايما احط الصينيه اسخنها كده شويه عشان لو في اي ميه اي حاجه مكان غسلها تنشف معايا. ونزلنا بالسمنه والصينيه سخنه، وبعد ما نزلنا بالسمنه هننزل بالزيت ونحط الحلويات. طبعا اللي بيسمع الحلويات فين هي الحلويات وايه هي الحلويات متوقعين ان ام صابر النهارده هتعمل نوع من الحلويات جديد، لكن الحلويات دي طبعا انتوا عارفينها اللي احنا بنشتريها من عند الجزار، بنروح نقول له احنا عايزين حلويات كاملة عشان نعملها، بس احنا بنزود اللحمة، بنجيب لحمة من بره ونقطعها عليها. طبعا الزيت والسمنة اتقدح معايا، وابتديت ان انا انزل بالحلويات بتاعتنا في الصينية، والولاد طبعا واقفين جنبي مستنيين العشاء يجهز عشان يتعشوا. انتوا طبعا عارفين ولادنا دايما ورانا في المطبخ، اساس المطبخ. خلاص كده الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نزلنا بالحلويات في الصينية، وطبعا بنتي واقفة جنبي عمالة تنقرني وعايزة تصور. أنا نزلت بيها في السخونية بتاعت السمنة والزيت، لو في أي مية تنزل منها ولا أي حاجة تبتدي إن هي تشربها كده بقى، خلاص ما عادش فيها مية ولا فيها أي حاجة. هبتدي إن أنا أنزل بالتوم عليها. أول خطوة بعملها هي التوم، لما بقلب التوم مع التقطيع، احنا في عندنا بنقول تقطيع وفي اللي بيقول حلويات وفي اللي بيقول عليها تشويحة زي تشويحة العيد اللي احنا بنعملها يوم العيد الصبح، لأن هي كاملة كل حاجة فيها.
أول ما بنزل بالثوم، لأن الثوم بيديها ريحة ونكهة جميلة جدا مع استمرار واحنا بنقلب. وطبعا الفلفل الأخضر ده أساسي. بصراحة أنا كان نفسي أحط فيها فلفل أحمر بس ما كانش موجود عندي. اللي موجود عندي دلوقتي هو الفلفل الأخضر اللي نزلت بيه في الصينية. يا الله على الريحة والنكهة والجمال. وابتديت أقلب فيها. طبعا ابني جاي يقول لي استوت يا ماما؟ لسه ما استوتش، ده أنا لسه بقلب فيها أهو. قلت لهم بصوا بقى، أنا هعمل الطحينة لغاية ما هي تستوي. هنزل بقى بالتوابل. إيه هي التوابل؟ الفلفل الأسمر، طبعا أحلى حاجة فيها الفلفل الأسمر، بيديها نكهة وطعم وريحة وجميلة جدا. أنا بقى بحب أزود الفلفل الأسمر شوية. بعد الفلفل الأسمر هننزل تاني. يا ترى هننزل بيه مصابر بالكزبرة. الكزبرة لما بتتحط على التقطيع أو تشويحة العيد أو الحلويات بتبقى جميلة جدا، وبتدي ليها ريحة حلوة جدا ونكهة جميلة. ايه تاني بقى يا مصابر؟ ده الملح بكمون، خدت منه معلقة بسيطة لأن أنا كنت حاطة فلفل أسمر وكزبرة ومش عايزة الحاجة تبقى مالحة مني. وطبعا دي القرفة، قلتلكوا قبل كده أنا بعشق حاجة اسمها قرفة مع اللحمة مع الفراخ مع الحلويات مع كل حاجة. الريحة يا جماعة، الريحة تجنن. جربوها واعملوها بنفس الخطوات دي. ده الأكل البيتي بتاعنا، زي المطبخ بتاعي بالظبط، زي ما احنا مسمينه مطبخي البسيط. بأبسط حاجة وبأقل حاجة موجودة عندنا بنعملها. احنا بنطلع دلوقتي السندوتش ده عندنا عامل 20 جنيه، مفهوش غير معلقة. يعني ممكن تلاقي في السندوتش جرجير، طماطم. أنا بصراحة كنت عايزة أعمل حبة سندوتشات بس بنتي كانت نسيت تجيب العيش، والعيش اللي موجود في الفريزر مش هينفع معايا إن هو يتفتح. المرة الجاية إن شاء الله. وكتير عملت معاكم بالعيش الفينو والعيش الكايزر والعيش العادي. طبعا بنتي عمالة تصور جنبي. وهنا بقى نزلت بالبصل. طب ليه ما نزلتيش بالبصل أول ما جيتي تشتغلي يا مصابر؟ لا، ما أنا مش عايزة أنزل بالبصل، لازم أنزل بالحاجة اللي معايا عشان لو في أي حاجة فيها تطلع في السمنة والزيت، ولو في أي زفارة ما يكونش فيها زفارة خالص. والبصل أنا مش عايزاه إن هو يتحمر معايا، أنا عايزاه يدبل بس عشان يدي ريحة وطعم جميل فيها. وابتدينا نقلب وهسيبها تستوي. وهروح أنا بقى أعمل إيه؟ أعمل الطحينة. الطحينة دي قبل كده أنا وريتها لكم وعملت بيها فيديو، وهرجع أعمل فيديو مخصوص للطحينة. بس الطحينة البيتي الممتازة اللي بنعمل منها كميات زي ما احنا عايزين في أي عزومة أو في أي غدوة أو في أي عشوة، بدل ما نروح نشتريها من بره معلقة واحدة بس بنلاقيها في العلبة ما بتكفيش حد. هنعمل كمية كبيرة في بيتنا وكلنا هناكل. وهنا بصراحة قطعت طماطميتين بس عشان قلتلكم إن ما كانش عندي فلفل أحمر، مع إني أنا مش كنت حابة أحط فيها طماطم. وعملت الطحينة وجهزتها، والولاد قاعدين ورا عمالين ياكلوا في الطحينة، وأنا عايزة أقلب الأكل بسرعة عشان إيه يعني ألحق أي حاجة منهم. منورين قناة أم صابر وصفحة أم صابر، ويا دايما يا رب ألاقيكم بخير. صلوا على النبي بقى يا جماعة. يا تكاتك يا حركاتك يا أم صابر، إيه اللي بتعمليه ده؟ أنا قلت بقى أقطع شوية خيار وشوية طماطم مع الإضاءة الحلوة بتاعة التليفون دي الضعيفة جنب إيه؟ جنب الحلويات بتاعتنا. الولاد النهاردة أول ما قولوا هتعمل لنا عشاء إيه يا ماما؟ قلت لهم هعمل لكم حلويات جميلة. حلويات يا ماما؟ هنتعشى حلويات؟ قلت لهم والله هتبقى جميلة وهتعجبكم خالص. وهم طبعا متضايقين، حلويات ايه اللي نتعشى بيها؟ اول ما دخلت المطبخ اجهز الحلويات لقيتهم كلهم واقفين ورايا مستنيين الحلويات اللي ماما تعملها. وانا عمال اقلب في الاكل، فين يا ماما الحلويات؟ ما هي دي الحلويات. فين يا ماما؟ هي دي الحلويات صدقوني، هي دي الحلويات اللي احنا نتعشى بيها. قطعت هنا خيار وطماطم
وقطعنا الخيار والطماطم، وهرش عليه شوية كمون مع ليمونة. بعد ما عصرت الليمونة رجعت تاني للتقليب، وهنا بقى خلاص استوت الحلويات بتاعتنا التقطيع، معرفش بصراحة في البلاد التانية بيقولوا عليها ايه. وابتديت ان انا احط الطبق واجهز العشاء للولاد. تعالوا اتفضلوا كلكم معانا تعشوا معانا، ياريت الكل يجربها في البيت، هتبقى جميلة وطعمها جميل وتحفة. وبعد ما جهزنا العشاء تعالوا بقى نتعشى مع بعض. حطينا مخلل والخيار والطماطم والحاجة الساقعة والطحينة بتاعتنا والحلويات والعيش اللي لسه طالع من الفرن، بصراحة كان تحفة. صلوا على النبي، أنا على قلوبكم وقلوبنا.